وفاة مفاجئة للفنان أحمد قنديل، وآخر ما كتبه هو أسباب الوفاة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل وفاته ب5 أيام شارك الفنان أحمد قنديل الذي قام بدور الضابط إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 متابعيه بمنشور يتضمن دعاء لوالدته، وطلب من متابعيه الدعاء لها. وكتب قنديل عبر صفحته بمواقع التواصل الفيسبوك: ربنا يرحمك يا أمي يا حبيبتي، ويسكنك فسيح جناته يا نور عيني. اللهم برد تربتها وآنس وحشتها، واغفر لها واجعل الفردوس الأعلى دارها. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ادخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين. ما تنسوش دعوتكم لأمي في الأيام المفترجة دي. ورحل الفنان الشاب أحمد قنديل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 36، وتشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الحسري بمقابل الحديدي. وأعلن خبر وفاة الممثل الشاب كريم عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الممثل الشاب أحمد قنديل. أحمد قنديل اشتهر بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكمان من آخر حاجة كتبها قال: مش عارف أعيش من غير أمي، اتبدلت حياتي كلها بعد وفاة أمي، وبقيت عصبي جدا ومش عارف أتصرف إزاي. الله يرحمها ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.